على الأيام. أحيانا تسمع أغنية وتحس إنها أخذتك لمدينة ثانية، أو حتى اختصرت مرحلة كبيرة من عمرك، لأن احنا نتكلم عن إرث موسيقي كبير يخلي كل منطقة في اليمن لها صوتها الخاص، من الموشحات الصنعانية للملالة التعزية للدان الحضرمي للون العدني والإيقاع التهامي وغيرها من الألوان اللي صنعت هوية موسيقية نفتخر فيها، مثل أحمد القمندان، محمد جمعة خان، قاسم الأخفش، محمد الصنعاني، علي الآنسي، محمد مرشد ناجي، أبو بكر سالم، أيوب طارش، كرامة مرسال، أحمد فتحي، تقية الطويلة، منى علي، أمل كعدل، وفيصل علوي، وغيرهم من الفنانين الكثير اللي كل واحد فيهم له بصمته الخاصة في الفن اليمني. عشان كذا أصبح الأول من يوليو يوم نحتفل فيه بالأغنية اليمنية. احنا ما بنحتفلش بالأغنية فقط، احنا بنحتفي بهويتنا الثقافية اللي تعبر عننا. عشان كذا يوم الأغنية اليمنية مش مجرد مناسبة عادية، هي ذاكرة وهوية وإحساس بالانتماء. شاركونا في التعليقات الأغنية اللي تحبوها وتحبوا تسمعوها وما تملوا منها أبدا، ومن هو كمان فنانكم اليمني المفضل. باي باي.